بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع في غاية الأهمية، والذي يحكم الصراع على الحكم في الدول الإسلامية عندما يسقط حاكم ويجري تنصيب حاكم آخر، عندما يتحرك الجيش الأمريكي في اتجاه ما، وعندما يقوم بالتصرف بطريقة ما، تصرفات حلف الناتو، تصرفات روسيا، الصين، ماذا يجري في مصر، في تركيا، في الجزيرة العربية، في بلاد المغرب الإسلامي وغيرها. الموضوع هو الفرق بين المسلمين السنة والشيعة والروافض والعلويين والإباضية. فتعالوا نبدأ ونفهم، وخلال العرض السياق سيتضح لنا لماذا سقط كثير من الحكام، ولماذا جرى تنصيب غيرهم، لماذا اختفت دول من على الخريطة، ولماذا ظهرت دول أخرى. تعالوا نبدأ ونرى. هنا على هذه الخريطة الدول التي باللون الأصفر هي الدول المسلمة السنية، يعني الدول المسلمين سنة. وطبعا هذا تقسيم سياسي، يعني مثلا دولة سوريا غالبية سكانها مسلمين سنة، لكن من يحكمها الطائفة الدينية المسماة بالعلوية. مثلا أذربيجان من الناحية الشكلية يفترض أن هي تتبع نفس العقيدة الإيرانية. الفكر السائد في أذربيجان الآن بعيد جدا عن فكر الرافض اللي هو الفكر الإيراني إلى المذهب الشيعي. فكما تشاهدون نحن قسمنا الخريطة بهذا الشكل. فهنجد أن احنا الدول اللي باللون الأصفر دول المسلمين السنة. طيب لدينا الشيعة في دولتين فقط، شمال اليمن وفي أذربيجان. والشيعة اللي هم أنصار سيدنا علي، الذين يقولون أن سيدنا علي أحق بالخلافة وكان مفروض يكون الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نجدهم أن هم أصبحوا أقلية إسلامية صغيرة جدا. طيب إيران، لا، إيران ليست شيعية، احنا فاهمين غلط. إيران هؤلاء رافضة، سموا بالرافضة لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. يعني يرفضون أبو بكر وعمر، يرفضون القرآن، يرفضون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يرفضون كل التاريخ الإسلامي، وإحنا هنأتي للعقيدة. فأصبح دول يسموا الروافض، وبيجري المجموعة الرافضية، المجموعة الدينية الروافض اللي هم إيران، هي التي بدأت تتوسع وتكبر في العالم الإسلامي حاليا، لأنه أمريكا وحلف الناتو وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي الكل يدعم ويساند المجموعة اللي هي المجموعة الإيرانية أو الروافض وامتدادهم في العالم الإسلامي، لدرجة أنه صدر قرار أمريكي بأنه جميع الكليات الإسلامية في مصر، في تونس، في تركيا، في كل مكان لابد أنها تدخل عقيدة الروافض تدرس ضمن المنهج الإسلامي. وأصبح يحكمون الآن عدد من الدول، منها العراق مثلا، ولها تمددات كما سنأتي. طيب احنا لدينا عمان دولة إباضية، وسنأتي من هم الإباضية. الإباضية هم المناقض للشيعة. طيب ولدينا دولة يحكمها العلويين اللي هي سوريا. لدينا أيضا دول باللون الأسود، هذه الدول كانت إسلامية لكن الآن لم يعد يحكمها المسلمون. مثلا إثيوبيا بلد غالبية شعبها مسلم لكن بيحكمها مسيحيون. إريتريا بلد أيضا مسلم لكن غالبية حكامها مسيحيون. نفس الموضوع على كينيا، على تنزانيا، بوركينا فاسو، غالبية السكان مسلمين لكن الحكام دائما مسيحيين، وده متكرر في أكثر من دولة. لدينا فيتنام كانت بلد إسلامي في وقت ما ولكن خلاص جرى طرد المسلمين منها. الفلبين أيضا كانت بلد إسلامي، كان في الفلبين دولة إسلامية حتى عهد السلطان عبد الحميد بالمناسبة يعني. طيب ولدينا الحال أيضا روسيا كان بيحكمها القبيلة الذهبية وتتار القرم، والآن لم تعد بلد إسلامي. لدينا أوكرانيا، جورجيا، أرمينيا، مولدافيا، رومانيا، المجر، سلوفانيا، البلقان، اليونان، إسبانيا، البرتغال. طيب ما الفرق بين هذه الفرق أو المجموعات الدينية؟ تعالوا نشاهد هنا. فالتيار الرئيسي اللي هو الإسلام،
يمثلوا الخلافة الراشدة، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، المرابطين، السلاجقة، إلى غيرها من الدول الإسلامية اللي حكمت الإسلام، فهو التيار الرئيسي. طيب لما حصل قتال بين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بقى فيه شيعة علي، شيعة يعني أتباع أنصار مؤيدين، وشيعة معاوية، بقى في شيعة علي وشيعة معاوية. طيب شيعة علي اللي هم الشيعة، هؤلاء قالوا أنه سيدنا علي أحق بالخلافة من سيدنا معاوية، وهذا تشيع سياسي لا يطعن في القرآن، لا يطعن في الصحابة إلى آخره. هذه الفرقة ستستمر وستتوسع ثم تنكمش وتتبخر عمليا يعني. بعد هذه الشيعة ماذا يقولون؟ وخاصة بتوع اليمن اللي هم الحوثيين، يقولون أنه سيدنا علي كان مفروض يكون هو الأمير المؤمنين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، الخليفة، ولكن المسلمون أو الصحابة لم يفهموا هذا. يعني الأمور هم لم يفهموها، لكن الذين يعيشون بعد ذلك هم الذين فهموا. لم يفهم. وسيدنا علي كان شاب صغير، يعني كان عنده 35 سنة تقريبا يعني، فكيف يحكم وفيه من هم الشيوخ والكبار يعني. أبو بكر الصديق ده راجل عمره 60 سنة، عمر بن الخطاب عمره 60 سنة، وغيرهم، وهم طبعا قادة الجيوش وحكام إلى آخره. المهم مش موضوعنا. فيقولون خلاص يعني والله أبو بكر لم يفهم حديث الرسول أو وصايا الرسول، وعمر لم يفهم، لكن رضي الله عنهما يعني نتجاوز يعني، فيعتبرون مسألة سياسية. لكن نحن أولاد علي بن أبي طالب سلمونا الحكم، اللي منهم الحوثيين في اليمن. وطبعا هذه الفرقة كما تشاهدون بدأت كبيرة ثم انتهت صغيرة، لأنه هذه الفرقة بيحدث فيها تبخر، إما إن هي ترجع تاني إلى المسلمين السنة، وإما إن هي يجري جذبها إلى الفرق الشيعية المتطرفة مثل الروافض في إيران، أو الفاطميين اللي هم القرامطة والفرق الباطنية والحشاشين. فلذلك الشيعة هذا يعني بيتبخرون، وذلك يكاد يكون يختفون من العالم الإسلامي اليوم، ويكاد يكون ليس لهم دول، عكس القضية. طيب العكس الشيعة مين؟ الإباضية اللي هم في عمان. فالإباضية هم معارضوا سيدنا علي اللي هم الخوارج، فيقولون سيدنا علي أخطأ أنه قبل بالتحكيم، وبعدين لهم بقى قصص في هذا الموضوع. بعضهم يكفر سيدنا علي، بعضهم يقول أنه أخطأ ووقع في معصية، وأنه كان أمير المؤمنين إلى أن قبل بالتحكيم. المهم لا نريد أن ندخل في موضوع الإباضية، لكن هي الإباضية كما نشاهد هذه هم المناقض للشيعة. طيب الشيعة انشق منهم مين؟ انشق من الشيعة الروافض، وطبعا في شيعة تبخروا وذهبوا للإسلام كما سنعرض في قراءة الدول الآن. الشيعة انشق منهم الروافض اللي هم هيجي منهم الشيعة الإيرانيين، وشيعة الدولة الفاطمية، وشيعة القرامطة دول اللي هم أخذوا الحجر الأسود وقتلوا الحجاج في الكعبة، ومنهم الدولة الفاطمية، ومنهم البهرة حاليا، ومنهم طائفة الحشاشين بتاع حسن الصباح. فكل هذا فرقة الروافض، وطبعا هتتشظى يعني. طب لماذا سموا بالروافض؟ مبدئيا يعني ببساطة لأنهم يرفضون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون أبو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وكل الصحابة كفرة وكان يجب قتلهم. فهم يكفرون كل صحابة الرسول، كل المسلمين بالنسبة لهم كفرة، وزوجات النبي كافرات، والكل كافر عندهم. وبعد ذلك بيرفضون القرآن، يعني طب هؤلاء الخلفاء ماتوا، ننسى ما بالأمس وإحنا أولاد النهاردة، نفتح صفحة جديدة. فقالوا لا، ده احنا بنرفض القرآن نفسه، وبنرفض التاريخ الإسلامي، الخلافة الراشدة سيئة، بنرفض الفتوحات الإسلامية كانت استعمار واحتلال الشعوب الأخرى، بنرفض الدولة الأموية كانت دولة ظلم وقتل، بنرفض الدولة العباسية ظلم وقتل، بنرفض الدولة العثمانية ظلم وقتل، إلى آخر ما هنالك. لا علاقة لنا الشعب الإيراني يصدق هذا أو لا يصدق، ليس موضوع. المهم المنظومة الحاكمة تقول هذه العقيدة الرسمية المعلنة منه. وانشق منهم الإسماعيلية، وهؤلاء قامت منهم الدولة الفاطمية،
اللي كانت متحالفة مع الصليبيين في الشام والقدس ضد السلاجقة، لأن السلاجقة دول أتراك مسلمين سنة يعني. وطبعا هؤلاء هيبدأوا يحاربوا في الدول الشيعية اللي كانت قائمة، وهيحاربوا في المسلمين السنة، وهم بعضهم سيحاربون فيما بعدهم. طيب الاثنى عشرية هؤلاء اللي هم بتوع إيران هينشق منهم العلويين. في فرقتين في العلويين حتى لا نخلط بينهما. العلويين في سوريا والعلويين في تركيا. العلويين في تركيا هم اسمهم البكتشية، ونحن لا نتناولهم في هذه الحلقة. يعني نحن لما نتناول العلويين الآن هنتناول العلويين سوريا. طبعا قديما قبل الوقت الحالي كان علويين تركيا اسمهم البكتشية، منهم طلعت باشا اللي هو الصدر الأعظم في الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وهم اللي منهم غالبية السياسيين الذين خلعوا السلطان عبد الحميد، ومنهم مدحت باشا اللي وضع أول دستور في تاريخ الدولة العثمانية، ومنهم كمال كليجدار أوغلو اللي هو زعيم المعارضة التركية الحالي اللي هو رئيس حزب الشعب الجمهوري. لكن هؤلاء ليسوا موضوع في هذه الحلقة. فاحنا لما بنتناول علويين الآن بنتناول علويين سوريا الذين كان اسمهم النصيرية كما جاء في رحلات ابن بطوطة وفي التاريخ الإسلامي، وبعض المؤرخين المسلمين سموهم السبائية نسبة إلى عبد الله ابن سبأ. وعبد الله ابن سبأ هو ده شخص يهودي قال إنه أسلم. وإحنا هنجد الآن الحج من قبل فرقة العلوية السورية إلى قبر عبد الله بن سبأ حاليا. طيب هنا تعالوا نبدأ نعرف ما الفرق الديني والعقائدي بالنسبة لهذه الفرق. أولا نبدأ بالإله. من هو الإله الذي تعبده كل فرقة؟ المسلمين السنة بيعبدون الله، الشيعة يعبدون الله، الروافض اللي هو النظام القائم في إيران الملالي هناك يؤمنون بتعدد الآلهة. يعني في إله اللي هو الله ومعه مجموعة من الآلهة. المجموعة من الآلهة هؤلاء منهم علي، منهم الحسين، منهم جعفر الصادق، منهم كذا، منهم المهدي. يعني هنجد مبدأ تعدد الآلهة عند ملالي إيران. المهدي اللي يدخل منكم على اليوتيوب ويكتب المهدي بقية الله، يعني المهدي جزء من الله. وده الآن النظام الإيراني هو عامل نشيد اسمه سلام فرماندا، اكتب بالعربي أو بالتركي سلام فرماندا. فيقولون أن المهدي بقية الله، وهم يقولون أن الله خلق الكون ثم فوض الأئمة علي والحسن والحسين وجعفر وهؤلاء في إدارة الكون، فهم يشاركونه في الخلق ويشاركونه في إماتة الناس ويشاركونه في الحساب ويشاركونه في فتح الجنة وغلق النار ويشاركون في إنزال المطر وكذا. فنحن أمام تعدد آلهة بالضبط كما كان عند اليونان. فإذا الأئمة الاثنى عشر في طائفة الروافض هم آلهة غير معلنين، هم أنبياء غير معلنين، والأقوال المنسوبة لهم هي أقوى من القرآن. الله في هذه العقيدة هو يعتبر كبير الآلهة. احنا ممكن نخصص حلقة لذلك ونأتي بالعبارات المكتوبة على الأماكن المقدسة عند الشيعة في اللي هم الروافض في العراق وفي إيران. طبعا الآن فرقة الروافض أصبح يغلب على اسمها الشيعة، لكن هم قديما لم يكن أحد يسميهم الشيعة، لكن حاليا أصبح الإعلام يسميهم الشيعة، بخلاف اللي هم الشيعة السياسيين اللي احنا قلنا أتباع سيدنا علي، والآن الإعلام يسميهم الزيديين أو الشيعة أيضا يعني. لكن أصبح فيه خلط. فاحنا في فكرة تعدد الآلهة. في المهدي يعتبر بيقوم بمقام الإله، بيحيي ناس ويميت ناس وكلام من هذا القبيل. وسيدنا علي نفس الموضوع، حتى تجد دائما يقول يا علي يا علي ولا يقول يا الله. وهنجد أيضا الأئمة الاثنى عشر وسنأتي لقصتهم. طيب فرقة الإسماعيلية دول إيه اللي هم هؤلاء يقول دول منهم مين حاليا؟ الأغا خان. تعرفون الأغا خان ده له عمارات في كل مكان. الأغا خان ومنهم اللي هم لهم أيضا اسم البهرة، ومنهم الدولة الفاطمية، ومنهم القرامطة، ومنهم الحشاشين. وطبعا الإسماعيلية دول انقسموا أقسام وحاربوا المسلمين السنة، حاربوا بعضهم يعني. وهي المسألة كلها بدأت يعني هذه الصراعات العقائدية نشأت بسبب صراعات سياسية في الأساس.
طيب فهؤلاء يعني بالنسبة لهم ما يقول الأغا خان هو الله، يعني الإمام ماذا يقول خلاص الإمام هو كأنه الله، فأصبح الإمام جرى إشراكه في سلطة الله سبحانه وتعالى. فرقة الإسماعيلية. فرقة النصيرية اللي هم علويين سوريا، هؤلاء يقولون أن علي بن أبي طالب هو الله، وهم يقولون نحن نعبد علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يقولون أنه هو بيخلق ويميت إلى آخره. وهؤلاء يرفضون أن أحد يدخل دينهم، يعني هم ليس ديانة تبشيرية مثل الإسلام والمسيحية. المسلمين عاوزين على الناس كلها تدخل الإسلام، وحتى الروافض يريدون كل الناس تدخل العقيدة الرافضية اللي هي الخاصة بملل إيران. لكن هؤلاء لا، مثلهم مثل اليهود. وهنأتي أن هم في بعض التفسيرات تقول أن هم في الأساس طائفة يهودية، وخلطوا بين الدين الإسلامي والدين اليهودي وعملوا دين جديد اللي هو الدين النصيري. وبعد فرنسا لما احتلت سوريا قالت لهم سوف نعطي اسم جديد، أو هم طلبوا من فرنسا وجرى تسميتهم أو إعطائهم لأول مرة اسم العلوية، ده اسم طارئ أو حادث يعني. طيب نأتي إلى الرسول، يعني من الذي يبلغنا كلام الله أو كلام الخالق أو الرب وفقا للمعتقد الديني. بالنسبة للمسلمين السنة هو الرسول هو محمد، وبالنسبة للشيعة الرسول محمد. بالنسبة للروافض اللي هو نظام إيران الرسول جعفر الصادق والأئمة. يعني وانتوا اللي شاهد منكم محاضرات الملال الشيعة في إيران أو حتى اللي هم بالعربي يقولون بكل وضوح أن احنا ليس لدينا سنة نبوية، يعني لا تقل قال الله قال الرسول أو كذا، احنا عندنا قال جعفر الصادق، إلى درجة أنه أصبح يجري تسميتهم أحيانا بالجعفريين والفقه الجعفري. فهم لما تمسك الكتب الأربعة، احنا نأتي الكتب الأربعة الآن اللي هم يعتبروا القرآن الخاص بهذه المجموعة الدينية، فهم يقولون 90% من الكتب الأربعة قال جعفر الصادق، قال علي بن أبي طالب، وحتى علي بن أبي طالب قليل يعني. فهم 10% فقط من الأحاديث عندهم أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم. جعفر الصادق كان مسلم سني بالمناسبة، وده موضوع آخر. لكن المهم 70% من الروايات الحديثية قال جعفر الصادق، وبعدين في 20% بقي الأئمة، مثلا قال الحسين، قال الحسن وغيره. طب يا جماعة من أين جعفر الصادق قال؟ يقولون جعفر الصادق قال من الله، يعني يأتيه وحي أو إلهام من الله، فما يقول جعفر الصادق هو كلام الله. وما يقوله الأئمة علي والحسن والحسين وجعفر هذا من الله مباشرة، كلام الله مباشرة. أنت إذا اعترضت أنت بتعترض على الله، وهم معصومون لا يخطئون، فهم أنبياء دون أن يحملوا لقب نبي، وهم آلهة لأن هم بيشاركوا في الخلق وفي الموت وفي البعث، وهذا موجود في الكتب الأربعة يعني. وفيه شيخ شيعي أو شيخ كان من الروافض يعني وليس شيعي يعني عشان نستخدم مصطلح العلم الصحيح، اسمه أحمد الكاتب، وموجود في بريطانيا حاليا. طب لو كان موجود في إيران والعراق، هو عاش في إيران والعراق يعني كانوا قتلوه يعني، هو عراقي يعني، هو كان مشارك في ثورة الخميني ويحبها والكلام من هذا القبيل. ودرس ثم عاد وقال ان دي خرافات واساطير وان ده مخالف للقران والسنه، وهو بيقول انا لست مسلم سني ولكني لست من الروافض يعني. المهم هو له محاضرات علميه، هو شيخ يعني اسمه اكتب احمد الكاتب على اليوتيوب، هتجد هو بيشرح هذه الامور بتفاصيل كثيره، واللي يمسك منكم الكتب الاربعه سنعرضها الان يتحدثون عن هذه الامور. وهذه العقيده اللي هي عقيده الرافض اللي هي ملال ايران تؤمن بأن الإسلام متغير، يعني ممكن الخامنئي يفتي فتوى اليوم لكن الخميني كان يفتي عكسه بالضبط، كما في الكنيسة في أوروبا. أهم حاجة ما قال البابا، ماذا قال البابا، وليس مهم ما قال الإنجيل. لذلك أمريكا بتفضل هذه العقيدة. لماذا؟ لأنه نستطيع كل يوم نحن نغير الفتاوى ونحذف ونضيف ونعمل، فالحياة الدنيا واسعة، عكس الإسلام السني اللي هو خلاص القرآن والسنة وخلصوا، ولا تغيير ولا تبديل يعني. طيب الإسماعيلية مين عندهم الرسول؟ الأغا خان أو الإمام، ما يقوله هو ده، هذا هو كلام الرسول، خلاص ما ينفعش تقول قال الله ولا قال الرسول. النصيرية اللي هم علوي سوريا الرسول عندهم ابن سبأ. ماذا قال ابن سبأ؟ ابن سبأ هو الأساس وكل شيء. نحن نعرض الآن وهم يزورون ضريح قبر ابن سبأ اللي هو اليهودي الذي كان يؤيد سيدنا علي ضد سيدنا معاوية،
وبعدين دخل في خلافات مع سيدنا علي وكان المفروض هيعدمه، واختلفت الروايات هل سيدنا علي قتله أم سيدنا علي عفى عنه وهرب منه يعني بعد ذلك. طيب نأتي هنا الكتاب المقدس. الكتاب المقدس عند المسلمين السنة القرآن، الكتاب المقدس عند الشيعة السياسيين القرآن، الروافض اللي هم ملال إيران الكتاب المقدس عندهم حاجة اسمها مصحف فاطمة. ملال إيران أو الروافض هم يقولون أن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين الآن هذا كتاب محرف والصحابة تلاعبوا فيه، فلا نعتمد عليه ولا نثق فيه. لا طبعا هم كاتبين هذا الكلام في كتبهم، موجود على اليوتيوب في محاضراتهم، دي مسألة معلنة يعني. فهو يقول لك والله لو احنا قلنا لن نعترف بالقرآن احنا كده لم نعد داخل طائفة المسلمين، احنا خرجنا خالص. ما البديل للقرآن عندهم؟ قالوا احنا عندنا كتاب مقدس أهم من القرآن اسمه مصحف فاطمة، جبريل نزله على السيدة فاطمة، وأن هذا المصحف هو موجود حاليا تحت الأرض. أين يوجد هذا الكتاب تحت الأرض حاليا؟ لأنه يقولون أن المهدي الإمام المهدي بتاعهم هو تحت الأرض وأخذ معه هذا المصحف ورفض يطلعه للناس. طبعا ملال إيران لما يقولوا القرآن محرف نقول طب ولماذا سيدنا علي لم يكتب النسخة الصحيحة؟ ما حكم 5 سنين ولم يترك لنا نسخة صحيحة، ما أبو بكر الصديق حكم 2 وجمع القرآن، فليه سيدنا علي حكم 5 سنين ولم يجمع القرآن؟ سيدنا أبو بكر حكم 2 وحد الدولة، حروب الردة قضاء، سيدنا علي حكم 5 سنين ولم يوحد الدولة. المهم طيب هم أيضا عندهم حاجة اسمها الكتب الأربعة. في كتاب اسمه الكافي، كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب الاستبصار، كتاب تهذيب الأحكام. كل هذه الكتب هي أعلى وأهم منزلة من القرآن. يعني أنت إذا أردت أن تجادل أي شخص من ملال إيران إذا قلت له القرآن يقول لك أنا لا أعترف به، أو التفسير ده خطأ، أنا عندي تفسير آخر. طيب الكتب الأربعة دي جرى تأليفها في عهد الدولة البويهية. البويهية أرادت أن تؤسس وتوجد قواعد وكتب ومراجع لهذا العقيدة، فألفت هذه الكتب الأربعة. نأتي بعد ذلك الإسماعيلية اللي هم الفاطميين والبهرة، دول عندهم كتب متعددة، والنصيرية اللي هم علويين سوريا عندهم كتب متعددة ولا وقت ان احنا ناخد فيها. طيب بالنسبة للحج، المسلمين السنة الحج عندهم في الكعبة، الشيعة عندهم الحج في الكعبة، الروافض اللي هم ملال إيران الحج عندهم في العتبات المقدسة. فهم العتبات المقدسة يقول لك هذه العتبة العلوية ضريح سيدنا علي، هذه العتبة الحسينية، هذه عتبة كذا، ويعني وكل فترة يبنى ضريح ومسجد ويصبح يحج إليه، والحج إليه أهم من الكعبة. يعني أنت لو عملت إحصائية كم واحد من الروافض ذهب للكعبة مقابل كم واحد ذهب مثلا للمسجد اللي بتاع سيدنا علي، تجد لا سيدنا علي. وانت هتجد في العقيدة الرافضية انه في بديل لكل حاجة. يعني في قرآن، لا عندنا مصحف فاطمة. المسلمين السنة عندهم كتب السنة الستة، البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه، لا هو عنده الكتب الأربعة. عندك الكعبة، لا هو عنده العتبات. وحتى كان الخميني المرشد الإيراني كان أفتى منذ 4 أعوام أنه هنلغي الحج الكعبة هذه السنة وسنحج إلى كربلاء. فهمنا؟ أي الأرض المقدسة عند المسلمين إيه؟ مكة والمدينة والقدس. هو عنده مين؟ لا كربلاء هي الأرض المقدسة إلى آخر ما هنالك. طيب الإسماعيلية عندهم بيحجوا المزارات خاصة بالأئمة. النصيرية اللي هم علويين سوريا اللي منهم بشار، دول بيحجوا إلى ضريح عبد الله بن سبأ في جبل الأربعين. هناك من نشاهد ده ضريح عبد الله بن سبأ في سوريا. هم يقولون هذا الله أعلم، لكن هم يحجون إلى دي الكعبة عندهم والحج عندهم. وهنا كما نشاهد ده مدخل الضريح أو القبر، وهنا ده في الجبل اسمه مقام الأربعين. اللي يدخل منكم على خرائط جوجل ويكتب مقام الأربعين أو ضريح عبد الله بن سبأ أو جبل الأربعين هيخرج له ويجد ويعمل تجول افتراضي ويشاهد كل شيء يعني. هنا على الفيسبوك يا جماعة حضراتكم حساب اسمه بكيلون القلمون، كفرز المعلقة جبل الأربعين، مقام سيدنا عبد الله بن سبأ الأربعين عليه السلام. وطبعا ده الحساب على الفيسبوك لأبناء القرية من علويين سوريا أو النصيرية يعني. وهنا طبعا هنجد التعليقات مثلا كلها، واحدة اسمها سوسم بتقول عليه السلام، واحدة اسمها نور بتقول عليه الصلاة والسلام، وهتجد
كثير منهم تعليقات: ارضى عنا يا سيدنا، ارضى عنا، عليك السلام، تشفع لنا عند الله، إلى آخره يعني. ولذلك تجد في كتب التاريخ الإسلامي القديمة يسمون هذه الطائفة السبائية، نسبة إلى عبد الله بن سبأ اللي هو الشخص اليهودي اللي اشترك في قتل سيدنا عثمان، وكان موجود في جيش سيدنا علي، وبعدين انشق على سيدنا علي وحصل خلاف بينهم وهرب. فهم يقولون أنه هرب حتى وصل إلى المناطق الجبلية في سوريا ومات هناك وعملوا له قبر. صح أم خطأ ليس موضوعا، هذا هو الاعتقاد. واحنا نجد أن هذه الفرقة بتتفق مع اليهود في أمور عديدة. المؤسس نفسه يهودي، هم الديانة خاصة، يعني لا تجد ان هم في بيبشروا الناس او بيدعوا الناس ادخلوا الديانة النصيرية او العلوية، لا، ولا اليهودية. اليهود بيقول لك احنا خلاص احنا كده مع نفسنا مش عايزين حد، لا نريد احد يدخل اليهودية. ونفس الشيء النصيرية او العلويين في سوريا. المرأة في اليهودية محتقرة، وهي نفس الموضوع عند هؤلاء النصيرية او العلويين في سوريا. المرأة محتقرة وهي نجسة وامور اخرى يعني. المهم، ولذلك بعض الكتاب السوريين لهم كتابات كثيرة انه هذه في الاصل توليفة، ان هم فرقة يهودية ولكن دخلت عليهم افكار اسلامية مع عقيدتهم اليهودية، والفوا دين جديد اللي هو الدين النصيري او الذي يسمى العلوي في سوريا. طيب، الموقف من الصحابة المسلمين السنة بيقولوا انه الصحابة رضي الله عنهم، لان القرآن بيقول انه الله رضي عنهم وهم في الجنة، وده آيات كثيرة في القرآن عرضناها من قبل يعني. أنت اكتب بس كده آيات القرآن الكريم رضي الله عنه، يطلع لك عشرات الآيات، غير عشرات الآيات اللي ربنا يخاطب فيها الصحابة، يقول يا أيها الذين آمنوا، ويخاطبهم مثلا لما كنتم في غزوة بدر ماذا جرى، لما كنتم في كذا، محمد والذين معه. يعني هتجد الله سبحانه وتعالى خاطب الصحابة كثيرا في القرآن، والله يخبرنا في القرآن أنهم في الجنة خالدين فيه، هم ليسوا 10، ده شائع يعني. هو الرسول قال له أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، لكن لم يقل أن الباقي ليسوا في الجنة. فممكن يكون الرواية نقصت لم تصل كاملة، وهي معناها ليس أن هم فقط في الجنة يعني. إنما الله في القرآن قال لدينا أكثر من 2000 أو 3000 صحابي في الجنة. طيب، الشيعة السياسيين يجيزون الخلفاء الراشدين والصحابة، يقولون أخطأوا ولكن يعني عفى الله عما سلف. أما حاجة، نحن الآن أحفاد علي وعمر، أحفاد أبو علي بن أبي طالب، سلمونا الحكم وخلاص، وننسى أبو بكر والخلافات اللي حصلت دي ما نسوها يعني، خلينا أولاد النهارده. طيب، الروافض اللي هم ملال إيران بيقولوا لا إحنا بنكفر الخلفاء الراشدين. هو كله غلط، الإسلام كله غلط. يعني أنت لو جبت شخص مسيحي يقعد يدرس كي يستخرج أخطاء في الإسلام ويطعن فيه وكذا، هم دول محضرين كل حاجة. ولذلك المستشرقين لما أرادوا أن هم يطعنوا في الإسلام ذهبوا إلى كتب الروافض ملال إيران، هؤلاء القدماء والحاليين. ليه؟ لأنه فيها كل حاجة متجهزة، فنتعب نفسنا ليه؟ هؤلاء بيقوموا بالمهمة نيابة عنه، وده سر حب أمريكا لهذه الطائفة، وإن هي تطلب من كل الحكام درسوا هذه العقيدة في الجامعات والكليات الإسلامية يعني، تحت مسمى الفقه الجعفري أو المذهب الجعفري. الإسماعيليين اللي هم الدولة الفاطمية وأيضا يكفرون الصحابة، والقرامطة النصيرية علويين سوريا أيضا يكفرون الصحابة. طب هو إيه الحكمة من أنه يكفر الصحابة؟ ماتوا الصحابة، ناس سيئين ماتوا خلاص، أنت شاغل بالك بيهم ليه؟ لا، هو لابد يجعلك تخجل من تاريخك. يعني هو اليوم ألمانيا هتلر مات خلاص، أين هتلر موجود؟ لا، لكن إذا ألماني أشاد بهتلر يدخل السجن. فهو أمريكا تقول الألماني لابد أن تخجل من تاريخك. فلما الأتراك، حصل الأتراك إيه؟ جرى فرض العلمانية بالحديد والنار على الأتراك، وجرى فرض خلع الحجاب بالحديد والنار على الأتراك، لكن الأتراك بقوا مسلمين. تيجي التركي في العالم العلماني لا يصلي، لا يصوم، يشرب الخمر إلى آخره، لكن بقي مسلم. لماذا؟ بسبب التاريخ. لأنه تاريخه الإسلامي ده أنا أحفاد الدولة العثمانية، أنا أحفاد بني عثمان، أنا أحفاد السلاجقة، إحنا عملنا دولة المماليك في مصر. فهذا الفخر بالتاريخ الإسلامي حفظ الأتراك كمسلمين. طب لو كنا بقى شتمنا التاريخ الأتراك، العثمانيين دول همج وقتلة ومجرمين، وأنت كتركي يجب أن تخجل إن هؤلاء أجدادك، كان ممكن سهل التركي يتحول إلى مسيحي أو يوناني
ويسموا نفسه قسطنطين أو جورج. فهمنا الأهمية التاريخ في تكوين الشخصية الحالية أو في اتخاذ قرارات سياسية حالية أو دينية. طيب، أماكن العبادة عند المسلمين السنة يصلون في المساجد، الشيعة السياسيين يصلون في المساجد، الروافض الحسينيات ستجد دايما ملالي إيران لهم بديل لكل شيء إسلامي. عندك مسجد هو عنده يسمي المسجد حسينية. طب سيدنا الحسين كان بيصلي فين؟ كان في المسجد. طب ما تصلي في المسجد ازاي؟ سيدنا علي أين كان يصلي؟ سيدنا علي لم يكن في عهده حسينية، ما كانش لم يكن في حسينيات، صلي زي كما صلي سيدنا علي. فالمهم، طيب الإسماعيلية يصلون أيضا في المساجد ولكن صلاتهم مختلفة، اللي هم البهرة. النصيرية لهم أماكن خاصة ولهم صلاة اسمها القداديس، جمع قداس، وليس موضوعنا الآن. طيب، من المؤسس الديانة؟ يعني من الذي أسس هذه الديانة أو هذه الطائفة الدينية؟ بالنسبة للمسلمين السنة الذي أسسها أنه الإسلام من عند الله. طيب، لو غير مسلم، لو مسيحي سألته من أسس الإسلام يقول محمد. فالمؤسس للمسلمين السنة الله سبحانه وتعالى والرسول محمد. الشيعة يقولون أيضا هذا دين الإسلام من عند الله والرسول محمد، ولكن معارض الدولة الأموية. بدأوا يلتفون حول أحفاد علي بن أبي طالب لإسقاط الدولة الأموية، فبدأوا يدبجون روايات وقصص في أنه أحفاد سيدنا علي لهم أفضال أكثر من الدولة الأموية. جرى اختلاق روايات ونسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم كجزء من الصراع السياسي، فمعارض الدولة الأموية. فكان الهدف يعني إعطاء سيدنا علي فضائل وخصائص هو وأولاده، هو أصحاب فضل وكل حاجة، ولكن المبالغة فيها والتحقير من الدولة الأموية كما يفعل أي حزب معارضة للحكومة حاليا. يعني الروافض ملالي إيران اللي أسسهم الدولة البويهية. الكتب الأربعة احنا كلهم دول ناس في عهد الدولة البويهية وكلهم فرس، وهي اللي عملت كربلاء وهي اللي ثارات الحسين من قبل، لكن هي بقى اللي قاعدة تعمل كل سنة إحياء لمقتل الحسين. طيب، فرقة الإسماعيلية اللي هم الدولة الفاطمية، القرامطة، البهرة أو الأغا خان حاليا، الدولة العباسية اللي هي منافسة لهم، قالت إن هذه فرق أسسها يهود، وهذا ورد في كتب التاريخ الإسلامي. هم يقولون نحن من أهل البيت ونحن من أحفاد فاطمة ونحن أحفاد علي والحسن والحسين. فاللي ضدهم اللي هم الدولة العباسية والدول الإسلامية القائمة والمعارضة لهم يقولون بل أنتم شخصيات يهودية انتسبتم للحسن والحسين كي تحكموا. صح أم خطأ ليس موضوع هذه الحلقة. طيب، فرقة النصيرية علويي سوريا أسسهم عبد الله بن سبأ اللي هو اليهودي الذي قال إنه أسلم وشارك في قتل سيدنا عثمان وأيد سيدنا علي ثم شق عليه. وهذه الفرقة طبعا كان اسمها السبائية أو النصيرية، وأيضا لأنه واحد من المؤسسين اسمه ابن نصير وهذا موضوع آخر يعني. لكن هم بما أنهم بيحتفلوا بضريح ابن سبأ ويقدسونه ويحجون إليه، فهذا يعتبر دليل مادي على أن المؤسس الأول أو من وضع البذرة التي أنشأت هذه الطائفة أو الفرقة هو عبد الله ابن سبأ. كل هذه الأمور من أين جاءت؟ هي في البداية خلافات سياسية هتبدأ تأخذ منحى ديني أو عقائدي، صراع على الحكم، كل طرف يحاجج الآخر بالسلاح والسيف في المعركة، فيريد أن يقنع الناس انضموا إلينا لأننا على الحق، فيحاول أنه يجد سند من القرآن الكريم، فإن لم يجد سندا من القرآن يقول خلاص نبحث عن سند من السنة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد سندا من السنة يبدأ يختلق روايات ويقول هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا القرآن أصبح يعارض أصلا مثلا عقيدة الرافضة، فيقولوا خلاص القرآن محرف. دلوقتي مثلا طائفة النصيرية أو علويين سوريا فيقولوا خلاص والله إحنا لا نعترف به أصلا. يا طائفة الإسماعيلية يقولون القرآن موجود ولكن هذا له معنى باطن ونحن لا نفسره، في إمام فسره بالشكل الفلاني وهكذا. فبدأ الأمر، احنا عندنا الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، وكلهم في مبدأ تولي الحكم ماذا؟ أنهم الأكفأ، يعني من اختاروهم من المسلمين قالوا هؤلاء الأكفأ، وليس للنسب هنا أهمية. يعني الإنسان لو وجدت أي حاكم في الدنيا إما أنه ينتسب إلى عمله
يعني واحد مثلا أردوغان رئيس تركيا، أنت لماذا تحكم تركيا؟ يقول والله أنا حققت إنجازات، فهو ينتسب إلى عمله. أو شخص ينتسب إلى نسبه، ملك بريطانيا، أنت عملت إيه يا حاجة كي تحكم بريطانيا؟ تقول لك أنا أبي الملك. فأي حاكم في الدنيا كلها قديما وحديثا بيحكم إلى إحدى الشرعيتين، إما عمله وإما نسبه، وأحيانا يجمع بين الاثنين. فإذا القاعدة هنا الاحتكام إلى العمل. طيب الخلافة الراشدة هتنتهي وهيتولى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما نشاهد وابنته فاطمة. طيب هيجي بعد الخلافة الراشدة أول خليفة مين؟ هيأتي سيدنا معاوية بن أبي سفيان. شوفوا يا جماعة، الرسول مين ابن عمه؟ واحد اسمه عبد الله وعمه العباس، وابن عم الرسول البعيد مين؟ أبو سفيان، وأبو سفيان ابنه مين؟ معاوية. فخلي بالك إنه الرسول هو عم سيدنا معاوية ولكن ابن عم العم. ومعاوية بن أبي سفيان، وأنا أعتبره الخليفة الخامس الراشد، هو أيضا ينتسب إلى عمله. يعني لماذا أنت تحكم يا معاوية؟ فقال أنا صاحب إنجازات. وأتباع أهل الشام قالوا هو صاحب إنجازات، فهو يحكم الشام 20 سنة، وشاهدنا كفاءته وعدله وأمانته. هو الذي فتح مدن الشام، هو الذي فتح جنوب تركيا، هو الذي فتح قبرص، قادهم بالجيش أكثر من مرة، وانتصر أو هزم جيوش الروم. سيدنا معاوية حكم الشام 40 سنة. أي ناس تمل من الحاكم، لكن هؤلاء أهل الشام يحبون سيدنا معاوية حبا شديدا في وقته وحتى بعد نهاية الدولة الأموية. فإذا هذا الرجل كان عبقريا، فهو حكم استنادا إلى ليس نسبه، إلى عمله. طب اللي هيحكم استنادا لنسبه مين؟ ابنه يزيد. وطبعا له عمله، يزيد كان قائد جيش، يعني لم يكن يلعب في الشارع. يعني هيبدأ يحصل إيه؟ في معارضة، أي حكم له معارضة. فالمعارضة تريد، المعارضة بيبقوا ناس أغمار الناس، ناس عادية، فلاح، مزارع، طبيب، مهندس. فنريد أن نلتف كمعارضة خلف زعيم الجماهير تثق فيه. فالمعارضة قالوا لا، طب احنا ليه بنورث لأولاد الدولة الأموية واحنا عندنا عم الرسول العباس، فمفروض احنا نرث. فبدأوا الحكم الدولة العباسية واسمه أبو العباس السفاح. وقيل سفاحا لأنه قتل كثيرا من الناس، وقيل سفاحا لأنه كان يكثر من الذبائح لإكرام الضيوف. وكلا المعنيين صحيح يعني، أو الواقع يقول هذا. يعني دائما أي مؤسس أو أي زعيم بيكون كريما، ودي ليس لها علاقة ولا بإسلام ولا بمسيحية. يعني جنكيز خان مؤسس دولة كريم. طيب ونحن الإنجليز لما أسسوا الإمبراطورية بتاعتهم يقول لك الذهب الإنجليزي، يعني الإنجليز سير معنا ويعطوك فلوس. الإنجليز كرم بس لهدف سياسي يعني. طيب فأبو العباس السفاح قال لا، يعني أنا أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم من الأمويين. شوفوا أنا قريب للرسول، لكن الأمويين قرابتهم بعيدة يعني. فهتبدأ تنشأ حزب معارضة للعباسيين، وناس يقولوا لا احنا أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم مين؟ يقولوا احنا أحفاد فاطمة، الحسن والحسين. وذلك هيجري استبعاد أبناء علي بن أبي طالب اللي هم ليسوا من أولاد فاطمة. ولذلك هتجد في التراث الشيعي أن سيدنا علي غير مهم، اللي أهم منه مين؟ فاطمة. حتى المصحف بالنسبة للشيعي الرافضي، المصحف اسمه مصحف فاطمة وليس مصحف علي، وهكذا يعني. طيب فهيبدأ يقولوا لا، فهنا هتجد أنه بدأ الصراع على أساس من أعلانا نسبه، من أقربنا دما للرسول. دي نظرية جديدة في الحكم، عكس نظرية الانتساب للعمل، أصبح الانتساب للنسب. طيب الحسن والحسين هم أحفاد فاطمة، هم أبناء فاطمة رضي الله عنها، يصبح عندهم أولاد كثر، وكلنا بقى أحفاد فاطمة. أنا جد الكبير الحسين، وأنت جدك الكبير الحسين، وإحنا أصبحنا متساويين في درجة القرابة. وأصبح الناس تلتف حول هذا والناس تلتف حول هذا. وفي اللي من أحفاد سيدنا الحسن والحسين يرفضون أصلا الدخول في هذه الأمور، وفيهم من يوافق، وهناك من يظهر ويقول أنا من أحفاد فاطمة. يعني واحد يذهب إلى الجزائر أو إلى المغرب ويقول لأهل هذه المكان أنا من أحفاد فاطمة. وهناك قبائل دي بعيدة جدا ما تعرفش الأنساب في القريش يعني. المهم فأصبح
احنا خلف من نسير من أحفاد الحسن والحسين في نظرية الدم. فبدأوا يخترعوا مبدأ اسمه النص على الإمامة. يقولون لا، ده سيدنا الحسين قال بعدي فلان، ففلان هو اللي يحكم، لأن هو اللي سيدنا الحسين قال، ليس العمل ولا نسبه، وخلاص كلنا متساويين في النسب. وزين العابدين قال كذا، سواء زين العابدين قال أم لم يقل. يعني هيحدث إيه؟ هنا أهي الدول الشيعية اللي نشأت في القرن الثالث الهجري. انظروا، لم تنشأ في الأول الهجري لأنه النسب كان غير مهم، الفهم كالإسلام صحيح، كل الناس سواسية، الإسلام ليس ميراث عائلة بيوزع الحكم في الدنيا لأحفاد فاطمة أو ابناء فاطمة رضي الله عنها، وفي الجنة هيوزع، فهيبقى أحفاد فاطمة أعلى من باقي الناس. كان القرن الأول الهجري هكذا، والقرن الثاني الهجري بدأ بوادر. القرن الثالث الهجري هذه البذور الصغيرة بدأت تؤسس دول، وبدأت تؤسس عقائد دينية، يعني دول سياسية، جيوش، سيوف، وعقائد دينية. فهتنشأ لدينا دول، مثلا الدولة الفاطمية، الفاطميين هؤلاء قالوا نحن أحفاد فاطمة، حتى سموا نفسهم الدولة الفاطمية، وأسسوا عاصمة اسمها المهدية، قالوا احنا المهدي. أيضا عندنا الأخديرون قالوا احنا من أحفاد فاطمة. القرامطة قالوا احنا من أحفاد فاطمة. العلويين قالوا أيضا نحن من أحفاد سيدنا علي، اللي هم الزيدية حاليا يعني. طيب حصل إيه؟ حصل إنه في ناس عجم، هؤلاء ليسوا عرب أصلا، ووصلوا للحكم. الدولة البويهية، هذه الدولة البويهية، هؤلاء عجم فرس، المهم ليسوا من العرب، فلا يستطيعون أن يدعوا نسبا إلى فاطمة. وحكموا، خلاص أصبحنا في حكم مستقر، احنا عندنا دولة. حزب المعارضة بتاعهم ما يهمش، لا يهم حزب المعارضة، دول عرب، أي حكم له ناس معارضة، له جمهور معارض. فالمعارضة بتوعهم ماذا يقولون؟ أنتم لا، فليس لكم نسب، أنتم من؟ هل أنتم من أحفاد فاطمة؟ هل أنتم من أحفاد الرسول؟ فماذا يفعل هؤلاء؟ كان في فرقة شيعية الإمام ليس عندهم إمام، فقالوا نحن ننوب عن هذا الإمام، اللي هم الفرقة اللي هتأسسها الدولة البويهية، واللي هم امتداد لهم إيران اليوم. هذه الفرقة اللي ليست مع اثنا عشرية قالوا إن احنا عندنا الإمام الأول علي، وسيدنا علي نص على ابنه الحسن، والحسن نص على الحسين، والحسين أوصل علي زين العابدين لمحمد لجعفر لموسى لجعفر لعلي لمحمد لعلي الحسن العسكري. نأتي عند الحسن العسكري. الحسن العسكري مات ولم ينجب، مات عقيما ولم يوصي لأحد أصلا. ماذا حدث؟ وقعوا في حيص بيص، قالوا إذا النظرية خطأ، لأنه المفروض فين ابن الإمام؟ لا يوجد ابن الإمام، فالإمة انتهوا، فإذا نحن على خطأ. فتشظوا، بعضهم أصبح مسلم سني، وبعضهم ترك هذه الأمور. بعضهم قال لا، احنا هنفترض انه الواقع في واقع حقيقي نحن لا نعرفه، نظرية صحيحة، والواقع في واقع حقيقي، معلومات عن الواقع لا نعرفه. نفترض ان الحسن العسكري كان عنده ابن، وانه اخفاه في مغارة، وسموا هذا هو المهدي، قيل تقتله الحكومة، وقالوا هذا هو المهدي. فهمنا؟ وبعدين المهدي ده ظل 70-80 سنة لا ظهور له، ولم يولد اصلا، وكتب الشيعة مكتوب فيها هذا، يعني كتب الشيعة الأربعة مكتوب فيها هذا. احنا بنفترض ان في مهدي، آمن انه هذا المهدي ولد. خلاص؟ وأين جاءت فكرة المهدي؟ جاءت من اليهود، لأنه كما شاهدنا ان اليهود دخلوا الفرق الشيعية كانوا فيها، واليهود يؤمنون انه فيه رسول سيأتي بعد سيدنا موسى كما جاء في القرآن الكريم، والرسول جاء أصلا. ويهود المدينة المنورة كانوا يقولون لسكان المدينة انه في نبي سيأتي منا، فلذلك سكان المدينة آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسكان مكة لم يؤمنوا. ده الدور اللي لعبه اليهود في التاريخ الإسلامي يعني. لكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود لم يؤمنوا به، إلى الآن اليهود يقولون سيأتي نبي أو سيأتي مهدي أو مخلص، اختلفت المسميات. فاليهود طبعا عن ناس أصحاب دين، وعندهم كتب، فعندهم فكر، فعندهم حلول للمشاكل العقائدية اللي بتقابل النظريات الشيعية.
فلذلك هتجد انه دائما الموروث اليهودي في الفكر الشيعي. فقالوا لهم خلاص المهدي هذا ده موجود وكلام من هذا القبيل. واكتب على اليوتيوب صور مشهور المهدي عقيدة يهودية. المهم هذه الفرقة الدينية فرقة ما يعني شبه ماتت. طيب احنا عندنا مين قائم؟ الدولة البويهية. هنا الدولة البويهية حكام وسلاطين وليس عندهم شرعية. ماذا يفعلون؟ قالوا خلاص إذا نحن ننوب عن المهدي، احنا بنحكم باسم أهل البيت، باسم حفيد فاطمة وعلي والحسن والحسين اللي هو المهدي. فبدأ الناس يقولوا لهم والله خلاص بما ان المهدي اصلا مش موجود وخرافه سلموا الحكم يا بويهيين لأي شخص آخر من أحفاد الحسين أو أحفاد الحسن. هؤلاء بما ان هم عجم ويريدون بقى موضوع المهدي بالذات اللي هو مختفي هذا في السرداب، فأتوا بمشايخ وقالوا لهم طب احنا حالا لا يوجد في الرسول شيء قال شيء عن هذا الموضوع ولا في القرآن، فإذا ضعوا لنا روايات. فبدأوا يضعوا روايات مكذوبة ويلصقونها بمن؟ بجعفر الصادق، ويلصقونها بمن؟ بسيدنا علي، لكن بجعفر الصادق بالأساس لأنه أقرب زمنيا له. طيب الناس تعترض وتقول جعفر الصادق لم يقل هذا، أو حتى لو جعفر قال فجعفر أخطأ. فاخترعوا مبدأ عصمة الأئمة، إن الإمام لا يخطئ، الإمام ده كلامه كلام الله، أنت بتكذب جعفر الصادق، أنت كذبت الله، أنت كافر، نقتلك. وده فكر داعشي يعني. ولذلك هذه الفرقة كفرت كل المسلمين، حتى الشيعة السياسية كفرتهم، حتى الشيعة الإسماعيلية كفرتهم. لابد تؤمن بالمهدي بتاعنا. لماذا؟ لأنه غير موجود. احنا حاجزين الكرسي لأن نحن كدولة بويهية فارسية بنحكم إلى حين يظهر المهدي. وستجدون دائما، انظروا أنه لما يحكم الشيعة ليس لهم نسب للرسول فورا يلجؤون للمذهب الاثنى عشري أو الروافض. طيب الجماعة الشيعة الإسماعيلية الفاطميين اللي هم مستمرين قالوا لا احنا المهدي بتاعنا موجود، واحنا كل إمام هو مهدي يعني، واحنا قاعدين إلى يوم القيامة. هيتكرر هذا الأمر عند المسلمين السنة فين؟ في دولة المماليك. المماليك هؤلاء مسلمين سنة أتراك، فليس لهم نسب للرسول ولا لقريش ولا شيء من هذا القبيل. لما المغول يدخلوا الخلافة العباسية بغداد وينهوا الخلافة العباسية ويصبح المسلمون بلا خليفة، مفروض السلطان المملوك اللي هو قطز وبيبرس وهؤلاء في غالبيتهم من المسلمين الأتراك مفروض يعلنون أنفسهم إن هم الخلفاء. يعني يقول أنا خلاص أنا خليفة الرسول، أنا أمير المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم بسبب ترسخ هذه الأفكار الشيعية في العقول المسلمين عامة ما قالوا نحن خلفاء الرسول. فماذا فعلوا؟ راحوا يبحثون عن أمير عباسي وأتوا به ونصبوه خليفة المسلمين، وأصبح هو لا يفعل أي شيء ولا أحد يعرف اسمه أصلا، وأصبح هم الحكام. يعني هم المعادل السني للدولة البويهية. يمكن الدولة البويهية الخليفة عندها اللي هو المهدي خليفة الرسول، وده في السرداب وغير موجود وإحنا بنحكم إلى أن يظهر. والدولة المماليك الخليفة ده شخص حقيقي موجود ولكن ليس له من الأمر شيء ولا الحكم شيء، يعني مثل ملكة بريطانيا. طبعا ملكة بريطانيا بتحكم لكن هذه المسألة الشائعة. هيحصل كما نشاهد السيطرة الشيعية على العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري، وبعدين هتتضح أن هذه كلها نظريات كاذبة، فستنهار هذه الدول ويعود المسلمون مرة أخرى إلى مبدأ أنه الحاكم الذي يستحق الحكم هو من ينتسب إلى عمله وإنجازاته وليس إلى نسبه. وهتنشأ دول إسلامية زي السلاجقة، زي الدولة الأيوبية، دولة المرابطين، وهؤلاء مسلمون. وفكرة النسب وأن احنا من قريش أو أن احنا أحفاد الرسول أو شيء، هذه الفكرة هتتلاشى كما كانت في الخلافة الراشدة. ولذلك هذه الدول محت قرن شيعي في حكم العالم الإسلامي. نأتي إلى العصر الحالي. العصر الحالي أنه الخميني وخامنئي والأمريكان بالأساس يعني قالوا لا والله ما احنا نرجع نعيد تثوير العقيدة الرافضية الشيعية هذه، نجعلها تثور وتؤسس دول من جديد.
فبدأوا بالفعل الأمريكان أسسوا النظام الحاكم الخميني الحاكم في إيران حاليا عبر حاجة اسمها ولاية الفقيه. قالوا بقى من المهدي في السرداب ومش هيخرج، هو أصلا غير موجود، فالمفروض يقولوا بقى إيه؟ فقالوا إحنا يبقى الفقهاء أو المشايخ يحكمون نيابة عن المهدي. واللي اخترع أو اللي روج للفكرة دي بشكل أساسي الخميني. ولما ندقق في فكرة ولاية الفقيه سنجد إن هم اقتبسوها من من أبو بكر الصديق. هم خلاف عن مين؟ خلاف عن الرسول. إذا هناك أصل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر هو ينوب عن الرسول، خليفته عمر ينوب عن الرسول، لكن الأصل مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني معاوية بن أبي سفيان ينوب عن الرسول، علي ينوب عن الرسول، الدولة الأموية العثمانية كلها تنوب عن الرسول، خليفة المسلمين ينوب عن الرسول. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا نحن سننوب عن المهدي، يعني بدل الرسول هيبقى في المهدي، وبدل أبو بكر وعمر هيكون في الخميني وخامنئي. طيب أنتم لماذا أنتم تنوبون؟ أنت فارسي أعجمي أصلا، يعني لست من نسل فاطمة ولا شيء يعني. فالأصل لو أنت عاوز تجعل حد ينوب مفروض تبحث عن أحفاد فاطمة الزهراء. مقتدى الصدر في العراق يقول من أحفاد فاطمة، والحسن نصر الله في لبنان يقول من أحفاد فاطمة، والحوثيين في اليمن يقولون أنهم من أحفاد فاطمة. فمفروض تأتوا بهم واختاروا منهم واحد ينوب عن المهدي أو تعلنوه هو الأمير بتاعكم. قالوا ليه؟ فتجد أن هؤلاء اغتصبوا الحكم من أحفاد فاطمة أو أهل البيت بالمفهوم الشيعي، كما يقولون أن أبو بكر وعمر اغتصبوا الخلافة من علي. ما هؤلاء يقولوا إيه؟ كان مفروض سيدنا أبو بكر يسلم الحكم لعلي. طب أنتم المفروض تسلموا الحكم لأحفاد فاطمة، سلموه الحسن نصر الله ولا سلموه للمقتدى ولا. فتجد أنهم يفعلون ما كفروا الصحابة بسببه. دي فكرة ولاية الفقيه، هي اغتصاب للخلافة أو للإمامة ومع الإبقاء على المذهب. يعني هم سياسيا أخذوا الفكرة الإسلامية السنية اللي هي أن كل الناس سواسية، ثم أبقوا على العقيدة أن القرآن محرف، أن الصحابة كفار، أن الفتوحات الإسلامية دي كانت همج وسرقة للشعوب إلى آخر ما هنالك، أن احنا لا نعترف بالسنة النبوية، أنه يجب إبادة العالم الإسلامي. نأتي للحرب العالمية الثانية. أمريكا استلمت الملف العالم الإسلامي وملف العالم كله من بريطانيا، وأمريكا قررت أن هي تنشر العقيدة الرافضية الموجودة في إيران، وبدأت تعمل انقلابات عسكرية في العالم الإسلامي لنشر هذه العقيدة وتدرسها في الجامعات الإسلامية. يعني أي بلد أنت فيها تجد أنه أصبح يدرسونها بعد الحرب العالمية الثانية. هنا مثلا في مصر التطبيق العملي، الأمريكان عملوا انقلاب وجاءوا بجمال عبد الناصر رئيسا لمصر، وكانت زوجته إيرانية شيعية اسمها هي تحية قاضم. وهنا جمال عبد الناصر هنجد احضر شيخ الأزهر وقال له طلع فتوى أنه يجوز للمسلمين التعبد بالمذهب الشيعي. لا، ما هو الشيعة هؤلاء مذاهب أيضا. لا، هو اختار الاثنى عشري الجعفري تحديدا، يعني فتوى ملاكي يعني. يعني ليست الفتوى أنه يجوز التعبد بالمذهب الشيعي، لا، إنما بالجعفري الاثنى عشري الجعفري الإيراني. وأصدر هذه الفتوى، وهنجد أن هي غير مؤرخة، مكتب شيخ الأزهر، التاريخ لا يوجد، وسجل بدار التقريب، دار تقريب المذاهب. الفتوى ليس لها أصل في الأزهر، لذلك الأزهر ينكرها، لكن سواء صدرت أم لم تصدر فجرى الآن بالفعل في الأزهر تدرس العقيدة الإيرانية تحديدا. وهنا كما نشاهد انظروا لصيغة السؤال عن مذهب الجعفرية اللي هو الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وليس السؤال عن المذهب الشيعي. وبعدين بيقول له خلاص من حقكم ان انتوا تعبدوا بهذا المذهب. فهي شهادة يعني من الأزهر، يا مسلمين يمكنكم تتركوا الإسلام السني وتذهبوا إلى العقيدة الرافضية. الدولة الثانية اللي أمريكا هتطبق في هذا الأمر هي إيران نفسها. في عهد الشاه إسماعيل ده حاكم علماني شيعي، ولكن علماني لا مهتم لا بمهدي ولا بغيره. فأمريكا هتقوم بعمل انقلاب وتخلعه وتأتي بهذه العقيدة. لذلك الشاه لا كان شاغل باله بشتم الصحابة
ولا بعمر ولا بعلي ولا ابو بكر ولا القصص دي، ولا القرآن محرف ولا مش محرف، انا راجل انا عاوز احكم وخلاص. فالامريكان قالوا لا انت ما تصلحش معنا في هذه المسألة، فاسقطوه. من بين الامور اللي فاتتني انه جمال عبد الناصر كان يرسل اموال للجماعات الشيعية الرافضية المتدينة المسلحة لقتال الشاه العلماني. جمال عبد الناصر في مصر يقول انا نظام علماني، يعتقل مشايخ الازهر يضعهم في السجون، يعتقل العلماء المفكرين الاسلاميين، اعدامات عدم سيد قطب وغير سيد قطب. هؤلاء المشايخ كانوا يعذبون على يد ضباط المخابرات، وكان يسب الله ويلعن القرآن ويحرق القرآن ويداس، والكلاب تتبول على القرآن إلى آخره. فعاد جمال عبد الناصر. اكتب على يوتيوب الشيخ كشك جمال عبد الناصر تجده بيحكي وغيره. يعني دي من الأمور المعروفة في كل مذكرات من كانوا في السجون في تلك الفترة، ليست محل تكذيب يعني. وحتى كان رئيس المخابرات يقول أنا الله والعياذ بالله، وعبد الحكيم عامر وهؤلاء. في ظل هذه العقيدة العلمانية الشرسة اللي هي بتعمل عملية إبادة للإسلام في مصر، جمال عبد الناصر كان بيحارب العلمانية في إيران ويريد أنه يقيم نظام شيعي رافضي متشدد، فكان يسلحهم ويرسل لهم أموال. اكتب على جوجل في كتاب لضابط مخابرات مصري في تلك الفترة كان وسيط بين جمال عبد الناصر وبين الجماعات المسلحة الإيرانية الشيعية سواء في إيران أو في العراق أو لبنان، واسمه اكتب جمال عبد الناصر والثورة الإيرانية. بل الأكثر أن الخميني اللي عمل الثورة في إيران قال إنه بكى لما توفى جمال عبد الناصر، وإنه جمال عبد الناصر أول حاكم يعطوه $150 كمساعدة، كان رقم ضخم جدا في تلك الفترة يعني. وهذا مذكور في كتاب مدافع آية الله تأليف محمد حسين هيكل، وهو قابل الخميني، والخميني الذي قال له هذا الأمر. وهنا نجد لماذا القوميين العرب دائما يساندون إيران ويؤيدون الفكر الشيعي الرافضي والشيوعيين كذلك. طيب فهنجد وتنفيذا لهذا المشروع هنجد أنه أمريكا بالفعل نفذت المشروع في إيران، ثم مدته للعراق، ثم أطلقت يد إيران في سوريا، والآن في اليمن. أمريكا تريد تطبيق المشروع في سوريا، في السعودية، وفي تركيا، وتريد تطبيقه في أذربيجان، وتريد تطبيقه في مصر وليبيا وغيرها من البلاد الإسلامية. وباكستان، نسينا باكستان والله. ولذلك أنا أتوقع الفترة المقبلة هذه الدول يحصل فيها قلاقل وحروب أهلية، وهي أصبحت بالفعل تدرس هذه العقيدة الإيرانية. لدينا أيضا العراق. كيف جرى العراق؟ من 70 سنة مضت كان غالبيته مسلمين سنة، فعملوا انقلابات عسكرية وتغيير سكاني. كان في حكم ملكي في العراق، عائلة هاشمية من قريش، ودول كانوا مسلمين سنة علمانيين لكن مسلمين سنة مثل صدام يعني. فعملوا انقلاب عام 1958 وجاءوا بضابط اسمه عبد الكريم قاسم، أمه شيعية، وارتكب مذبحة ضد النظام الملكي معروف عند العراقيين. لكن الأخطر أنه بدأ ينقل الشيعة الروافض من جنوب العراق إلى العاصمة بغداد ليغير التركيبة السكانية، فبنى مدينة اسمها الصدر. الصدر حاليا هي والعراق التحمتها يعني أصبحت مدينة. الصدر كان اسمها مدينة الثورة، وبدأ ينقل من مدينة العمارة وشوفوا 370 كيلو ينقل لها سكان، ويأتي بالشيعة من كل مكان ويضعهم. فكانت النتيجة أن حصل تشيع. صدام وهو مسلم سني علماني بدأ ينقل أيضا شيعة من الجنوب إلى كركوك، لأن كركوك كانوا أتراك مسلمين سنة. فبدأ صدام يغير التركيبة السكانية. وفي قصة طريفة مع صديق تركي بيحكيها لي، حكاها لي يعني، قال لي الشيخ في حينا، فعاد صدام خطب على المنبر وقال عندنا في الحي دار دعارة، والحي اسمه حي صدام على اسم صدام. فالشيخ قال لا يليق ان الحي الذي يحمل اسم سيدنا صدام حسين يكون فيه دار دعارة. يعني هو الشيخ التركي هو تركي، مش غير معترض على ان يكون الحي فيه دار دعارة، بس يعني لا يليق بالاسم وليس بالاسلام. فاعتقلوه وفصلوه ومنعوه من الخطابة، وصدام قرر ينقل الشيعة من الجنوب إلى كركوك، وقال لتعريب كركوك لأن كركوك أتراك يعني. ورغم ذلك أمريكا خلعت صدام وأسقطته، بول بريمر أسقطناه لأنه مسلم سني، علما أنه غالبية قادة الدولة في عهد صدام كلهم شيعة. يعني أنت لما تكتب قائمة 55 شخص المطلوب للجيش الأمريكي، الثلثين شيعة أصلا.
طيب أيضا الدولة الثالثة اللي طبقوا فيها دولة سوريا، انقلاب حافظ الأسد وبعدين ابنه بشار حاليا، ودول رفعوا في راية القومية العربية لمنع الشعب من البحث في هل هم مسلمين ولا الطائفة النصيرية أو السبائية أو اللي هم علويين سوريا حاليا. فلو كان طبعا على الحكم على أساس الدين في سوريا كانت الناس هتقول لهم لا والله أنتم أسس طائفة، أنتم أصلا طائفة يهودية، أسسكم عبد الله بن سبأ، فأنتم حبايب إسرائيل وإسرائيل يهودية. فقالوا لا خلاص احنا القومية العربية، طالما انا عربي خلاص. وبعد كده اتضح ان هم يعني حاليا الشيوعيين بيتكلموا هم عرب ام لا. ايضا امريكا طبقت الموضوع في ليبيا عن طريق انقلاب القذافي 1969 الى 2011. والقذافي طبعا اعلن ان هو مؤيد للشيعة الاسماعيليه الباطنيين الدوله الفاطميه. وباذن الله ان شاء الله نخصص حلقه عن القذافي وعقيدته الشيعيه الاسماعيليه. والقذافي بصراحه له شروحات قويه لماذا يجب مهاجمة الدولة الأموية والحط من قدرها، وبيتحدث يعني كشف الفلسفة وراء الهجوم والأكاذيب ضد الدولة الأموية، وهتجدها تنطبق على الدولة العثمانية. طيب لماذا أمريكا بتؤيد العقيدة الرافضية تحديدا وليس المذهب الشيعي عامة؟ بسبب أنه هذه العقيدة تقوم على أساس إضعاف القرآن. الإسلام يدور وجودا وعدما حول القرآن، يعني حتى السنة تابعة للقرآن، فبالتالي أنت إذا هدمت القرآن هدم الإسلام كله. فملال إيران يقولون القرآن أصلا غير مقدس وغير مهم وده محرف والصحابة لعبوا فيه، هذا ما يقولونه، ثم هم يرفضون حفظه أصلا. يعني أنت لو أي معمم شيعي يسمي نفسه آية الله، حجة الإسلام، خامنة الخميني، لا يصلوا، لا يخطبون، لا يفسرون القرآن، لا يحفظون القرآن. اللي ينظر منكم على اليوتيوب لسنوات الخميني أو خامنئي يجد يصلي بقول هو الله أحد فقط. يعني أنت لو ذهبت إلى طفل أفغاني، باكستاني، نيجيري، غاني، إثيوبي، الأطفال يعرفون القرآن أحسن من الملالي إيران. فالهدف هو في النهاية إلغاء القرآن، وإذا ألغي القرآن انهار الإسلام تماما يعني. طيب نأتي إلى نقاط القوة والضعف. نقاط القوة الحالية أنه أمريكا هي بتساند بكل قوة فئة الروافض، فئة الروافض بتفرعاتها. يعني أمريكا بتقف مع، فلديهم قوة عسكرية ضخمة. واحنا شاهدنا الشعب السوري لما أراد أنه يخلع بشار الأسد أمريكا رفضت. لماذا؟ قال لأنه هو من طائفة السبائية أو علوي سوريا، وروسيا رفضت وأوروبا رفضت إلى آخره يعني. طيب نقاط ضعف المذهب الشيعي إيه؟ الشيعة إن هم المرجع النهاية في القرآن الكريم، فلذلك هم يقفون على نفس الأرضية اللي يقف عليها المسلمين السنة. فمن الشيء الطبيعي إن هم يذهبون يعودون للإسلام الصحيح مرة أخرى، وبعضهم أحيانا يجري تشييعه أو يجعلونه روافض بالسيف. وأيضا الشيعة بتحمل فكرة ضعفها في نفسها، إنه أي واحد من أحفاد الحسن والحسين هو أمير المؤمنين ويحكمنا ويصبح رئيس الدولة. القاعدة الإلهية أنه أي أسرة تحكم في الجيل الثالث الأحفاد بتتفسخ وبتضعف فبتنهار الدولة. فلذلك كل الدول الشيعية انهارت. يعني أنت حفيد الحسن والحسين بس أنت أصبحت غني ومطرف وضعيف والدولة انهارت منك. فلذلك الدول الشيعية اللي قامت على هذا المبدأ انهارت، والدول الإسلامية السنية انهارت. ولكن لما تنهار، يعني انهار مثلا المماليك بيقوم العثمانيين، انهار المماليك مثلا قبلهم الأيوبيين، وهكذا. يعني لما عائلة مسلمة سنية بتسقط بتقوم عائلة مسلمة سنية أخرى. في حالة الشيعة لما عائلة من أحفاد الحسن والحسين تسقط، من أين سنأتي بعائلة أخرى من أحفاد الحسن والحسين؟ ففي الغالب لا يوجد، فبتنهار المسألة. الإباضية خلاص احنا ما شملناهمش في الحلقة بس احنا عشان نوضحهم. طيب قوة الإسلام في إيه؟ في العقيدة إلى آخره، وإنه لا أحد يتحدث باسم الله. يعني أبو بكر الصديق لما يتصرف، عمر لما يتصرف، معاوية، علي، عثمان، فلان، أي حاكم، أردوغان، صلاح الدين الأيوبي، محمد الفاتح، يوسف بن تشافين إلى آخره، يقول هذا فهمي. فلما يخطئ نقول هذا خطأ، أو يقول هذا خطأي، لكن لا يقول أنا فعلت ذلك لأن الله أوحى لي بهذا.
فبالتالي يبقى الدين محفوظا. يعني الإسلام محفوظ لأنه ما في حاكم يستطيع أن يقول الله قال لي افعل كذا. دي نقطة قوة الإسلام، هي نفسها نقطة قوة الشيعة الرافض الإيرانيين، أن الخميني وخامنئي والملك في إيران يتصرفون نيابة عن المهدي، لكن لما يخطئون يقولون المهدي بريء. وهي نفس نقطة الضعف عندهم، أن المهدي بتاعهم هي فكرة خرافية. يعني هي نقطة قوتهم هي نفسها نقطة ضعفهم. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا فيديوهات للشيخ الشيعي الرافضي أحمد الكاتب، وهو ترك هذا الفكر وله شروحات كثيرة في هذه الأمور. وأنا طبعا يعني في كتب كثيرة حول هذا الموضوع وشروحات لكن يعني ما هو ممكن نجد في هذا. أرجو الاستماع إلى هذا الفيديو. هنا في الفيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها، أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، وقناتي الجديدة على التليجرام أرجو الاشتراك فيها. هنا في قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.